السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة فيديو الخياطة. اللي ما شافش فيديو القص هسيبه في اول تعليق وفي صندوق الوصف، ان شاء الله تستفادوا كتير. اول حاجة طبعا الطقم ده واخد للتذكرة طبعا 6 متر ستان ومتر ونص قماش، اللي انا عاملة بيه الخدديات وعاملة بيه الكرانيش الصغيرة، تمام. و50 سنتي قماش للقيطان. طبعا انا مستخدمة القيطان للخدديات، وطبعا الملاية داير ما يدور، وهو دوت طبعا يعني ما شاء الله، يعني اللي مدي الطقم ما شاء الله يعني شكل حلو، تمام. وطبعا القطان للطقم كله تقريبا كده واخده زي 10 متر. بس طبعا انا بحب اجيب القطان يعني تجيبيه بالكيلو او تجيبيه باللفه، يعني ما تجيبيش بالمتر، طبعا هيبقى يعني غالي عليكي لو جبتيه بالمتر، تمام. اول حاجه طبعا انا بحضر دواسه السوسته اللي هي رجل واحده، تمام. طبعا بشيل الدواسه العاديه وبركب دواسه السوسته، تمام. وبعد كده طبعا بحضر القيطان. ماشي، انا معايا دلوقتي القيطان ده انا قصها على 8 سنتي تقريبا. بحب ان انا اقصها تكون كبيره شويه، عشان خاطر انا طبعا هخيط وهخيط معاها يعني دورين كرانيش. فطبعا عشان اعرف اعملها اوفر في الاخر واقدر امسك القماش على مكنه الاوفر، فطبعا دي تبقى كبيره شويه افضل يعني، تمام. اول حاجه انا بحبس القيطان في القماش بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده، تمام. طبعا انا بشتغل القطان بتاعي كل مره واحده، يعني الشريطه طبعا عرض القماش 240، فقصه 3 شرايط عشان خاطر قرانيش 3 جوانب. وبالنسبه للمخدات قصيت شريطين، تمام كده، يبقى 8 سنتي في ايه، في لا اله الا الله، في 240 اللي هو عرض القماش. طبعا انا عندي الملايه هنا. طبعا مرحله مهمه جدا ما تنسوهاش، طبعا عندي واجهه السرير الدوران. الدوران اللي هو ايه، اللي يعتبر الدوران اللي هو من الناحيتين. طبعا انت بتعمليها دوران كده عشان يدي الشكل اللي انتوا شفتوه في الصوره في اول الفيديو. اول حاجه انا بخيط القيطان في الملايه، تمام كده. هخيطه من ال3 جوانب. يعني انا عملت الشريط الطويل دوت، يعني وصلت 3 شرايط ببعض وحبست القيطان فيه، وبعد كده بخيطه في الملايه، ماشي. وطبعا مرحله مهمه الدوران. الدوران بصي، حتى انا هاجي اوريها لك دلوقتي في الفيديو، عشان طبعا يديكي الشكل اللي هو ايه، الدوران من ناحيتين كده، ما يبقاش جاي مثلث كده، يبقى شكله وحش، ماشي. فطبعا اعمليها دوران اهي اللي انا بوريها لك دلوقتي اهي، ماشي. بصي بقى جايب دوران ازاي، دي اللي هتديكي الشكل اللي انتوا شفتوه في الصورة، تمام. بس طبعا القماش عامل ازاي عشان فيها دوران، طبعا عشان تريحيه تقصي. بصي الدوران عامل ازاي، تقصقصي كده بسم الله، تفتحي كده القماش كده. هو كده كده هنعمله اوفر، بس طبعا عشان القماش يريح معاكي ما يبقاش واقف زي ما كان واقف كده في الصورة في البداية، تمام كده. هكمل بقى بقية الايه الملاية للاخر، تمام كده. اعتبر انا خلصتها. طبعا بقى ديت انا جيت في الاخر فهظبط بقى زي ما عملت البداية كده، خيطتها برضو دي نفس الطريقة ان شاء الله كده برضو. كده كده هتتاخد بقى اوفر بقى لما نخلص بقى الكرانيش، تمام. طبعا الكرانيش احنا قصيناها مع بعض تقريبا 30 سنتي، ماشي، اللي هو الارتفاع بتاعها يعني. طبعا هنوصلهم ببعض 30 سنتي في 5 تقريبا. بس طبعا شوفوا فيديو القص، عشان انا صراحة نسيت، لان يعني لما عملت الفيديو الاولاني والفيديو التاني اخدت وقت، حاسة ان انا نسيت يعني. فطبعا شوفوا فيديو القص افضل. هي تقريبا ارتفاعها يعني ممكن تكون 30 سنتي او 25 سنتي الكورنيش ده يعني. طبعا انا وصلت الكورنيش ببعضها عشان احنا عندنا كورنيش ايه 3 جوانب، تمام كده. وطبعا ايه الافضل اعمليها اوفر واتنيها، يعني هتبقى احسن، يعني التانية هتبقى صغيرة. او لو عندك دوست التانية اللي هي التانية الصغير ده برضو هيبقى كويس. كل ده قبل طبعا ما تخيطيها في الملاية.
الافضل بقى ان انت تحضري، معلش ما تعمليش زي بقى كده، يعني تحضري الكورنيش بعد ما ركبتي دواسة السوسته، لا، حضري الكورنيش بالدواسه العاديه، عشان طبعا دواسه السوسته بتضايق شويه، يعني دواسه السوسته عايزه دواسه السوسته، عايزه القيطان، لكن طبعا مش عايزه تعملي عليها شغل زي ما انا بعمل كده دلوقتي. تمام. الافضل ان انت تعمليها بالدواسه العاديه. طبعا انا كده بحضر الكورنيش. تمام. كده يعتبر انا خلصت الكرانيش. هنخيط بقى ايه وهنخيط برضو، هنحضر الكرانيش اللي هي الصغيرة اللي هي المشجرة اهي، دي برضو بنفس النظام انا عملتها بقى اوفر وهتنيها. كده يعتبر انا بس عشان يعني يعني ننجز، هخيط بقى الكورنيش الصغير الاول. تمام كده احنا ركبنا القيطان الاول، بعد كده الكورنيش الصغير، بعد كده بقى هنخيط الكورنيش الكبير. خليكي معايا ان شاء الله برضو تستفادي باذن الله. لو عايزة تزودي شوية في القماش اللي هو المشجر زودي عشان تطولي الكورنيش شوية. تمام. انا كده خيطت الكورنيش المشجر. لو عايزة تحضري الكرانيش كلها بدواسة الكشكشة برضو براحتك، عايزة تشتغلي زي كده انا بحب اشتغل كده صراحة، يعني قليل جدا لما بشتغل بدواسة الكشكشة، بشتغل عادي بايديا يعني. بص الدوران بقى ما شاء الله كده من الجنب، بص ما شاء الله عامل ازاي، جميل جدا اللهم بارك يعني. هاخدها بقى للاخر، هخيط بقى هنا بقى ايه الكورنيش الكبير الستان. تمام. برضو نفس النظام. طبعا لما نخيط الكورنيش الكبير ده للاخر برضو كده ناخد الملاية من الثلاث جوانب، هنعملها اوفر بس كده. هو خلص. يا رب تكونوا استفدتوا ودمتم طيبين وبخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.